أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. التغيرات النفسية بين الأزواج اللي متجوزين بقالهم سنين أحيانا بيقعوا في غلطة بدون قصد. الغلطة دي إن كل واحد فيهم بيفترض إن الطرف التاني مش بيتغير على المستوى النفسي، ولا بيتغير في احتياجاته. كلنا ممكن نلاحظ التغير الجسدي، لكن ممكن لا نلاحظ التغير النفسي، وبنتعامل مع الطرف التاني وكأننا عارفينه وحافظينه كويس، لأننا بنغفل إنه بيتغير. فمثلا زوجتك اللي كانت بتحب تسكت وقت المشكلة وبتحب تتكلم تاني يوم لما تهدى، بقت ما تقدرش تهدى إلا لما تتكلم دلوقتي في الحاجة اللي مزعلاها. أو العكس، زوجتك اللي كان بيرضيها الموقف العمل الحلو بقت محتاجة أكتر دلوقتي للكلمة الحلوة. جوزك اللي طول عمره اجتماعي بقى يميل دلوقتي أكتر للعزلة وبيحب الخصوصية. أو العكس، زوجتك اللي بتقبل النقد المباشر بشكل ما دلوقتي بقت تتأثر جدا بأي نقد مباشر يتوجه ليها. كل مرحلة عمرية ومرحلة زواجية لها خصائص مختلفة، ونفسية شريك حياتك مش ثابتة في كل المراحل، وترتيب أولوياته بيختلف من فترة لفترة. ومهم إننا ناخد بالنا. إغفال الفكرة دي هو اللي بيخلي بيوت كتير تتهز بعد فترة كبيرة من العشرة، لأن كل واحد وقتها ممكن يكون مبقاش فاهم التاني كويس، ولا فاهم ترتيب احتياجاته صح. وحتى لو شريك حياته عاوز يفهمه إنه بيتغير، بينكر ده وبيفضل متمسك بتصوره، وهو فاكر إنه حافظ الطرف التاني كويس، لكن بيتفاجئ بعد فترة إنه بقى حد تاني والفجوة بينهم زادت. لازم نتفهم إن نفسية وأولويات شريك حياتنا بتتغير مع الوقت، وده هيخلينا نفهمه أكتر ونرتب إشباع احتياجاته بشكل مناسب ليه هو. الزوجة الصالحة كنز الرجل، والزوج الصالح كنز المرأة. لما تحتاج اهتمام واحتواء وسند وحب وعاطفة من شريك الحياة، ما تبقيش مجنونة. أما تحتاج سكن ومودة ورحمة وطبطبة من شريكة حياتك، ما تبقاش مجنون. أما تحتاج احترام وتقدير وامتنان وأمان من شريك حياتك نفسه، قبل ما يكون أمان هو هيوفرهولك من الدنيا، ما تبقيش مجنونة. إما تحتاجوا من بعض سكينة ومودة وسلام وهدوء نفسي وملذا آمنا من الدنيا، ما تبقوش مجانين. اللي ما بيعملوش كده في علاقاتهم العاطفية مع بعض هما اللي مجانين ومرضى ومش طبيعيين، مهما كتروا، مهما انتشروا، مهما سادوا لدرجة إنهم شككوا الناس الطبيعية في أساسيات أي علاقة طبيعية سليمة وناضجة وسوية. اللي ما بيعملوش كده علاقاتهم هي اللي مش سوية ولا صحية ولا سليمة ولا سعيدة، وعايزين يصدروا لكم إن القبيح السيء المؤذي في العلاقات هو الطبيعي، عشان حتى ما تحاولوش ولا تفكروا تعملوا إيه عشان تبقوا في علاقات طبيعية سوية سعيدة مع شركاء أسوياء. اللي عايز الخير والحنية والسعادة والأمان في العلاقات هو اللي صح، مش أي حد تاني. اثبتوا ولو كنت آخر من تبقى بنفس سوية وسط بحر من القبح والأذى والنفوس المريضة الغير سوية. لعل الله يرحم ويلطف ويرزقكم بأمثالكم الثابتون مثلكم، القابضون على الجمر كما وصفكم رسول الله لثباتهم على الحق وسط سبل من الفساد القبيح. هو الرزاق القادر العالم بنا، هو أرحم الراحمين.
فيه جملة حلوة قوي بتقول: اللي ما يعرفش يبقى صاحب ما ينفعش يبقى شريك حياة. أكتر حاجة تطمنك على مستقبلك مع الإنسان اللي هتكمل معاه الباقي من عمرك إنه يكون صاحب قبل ما يكون حبيبك. تقدر تتكلم وتفضفض معاه براحتك من غير ما تخاف إنه يفهمك غلط، أو تخاف من رد فعله لو غلطت، بدل ما يوجهك بلطف. وحتى لو زعل منك يتقبل إنك إنسان وبتغلط عادي. تحس إنه شريكك في كل حاجة، وما تبقاش شايل العلاقة كلها على كتفك وتبقى أنت المسؤول عن نجاحها لوحدك. ما يحطكش في وضع إنك تدور عليه، بمعنى إنك تبقى متأكد لو محتاجه معاك دلوقتي أو حصل لك حاجة هتلاقيه أول حد جنبك من غير ما تطلب وتدور هو فين. يكون بينكوا أمان ناحية بعض، تناموا وانتوا متأكدين إن مفيش خوف، مفيش بعد، مفيش غدر. حتى لو متخانقين مليون خناقة، يبقى فيه مساحة تقدر تعبر فيها عن مخاوفك ومشاكلك، زعلك والتصرفات اللي بتضايقك، أحلامك وطموحاتك، من غير ما يقلل من كل ده. تضحك معاه من قلبك بجد من غير تصنع، وتبقى حياتكم مليانة هزار وفرحة أكتر من أوقات الزعل والخلاف. تقول له صاحبك حبيبك تعب، فيمسح التعب كله عن قلبك ويرسم لك ضحكتك. فيه قلوب حلوة ولطيفة، فيه قلوب سودة وسخيفة، فيه قلوب لو تدخلوها هتلاقوها كهوف مخيفة، فيه قلوب تقدر تشوفك حتى لو بعيون كفيفة، فيه قلوب مليانة خوف، فيه قلوب زي السيوف، فيه قلوب لو تقتلوها عادي بس تموت نظيفة. والقلوب أنواعها ياما، كل قلب وله صفات. قلب يفرح باللي جاي، قلب يبكي على اللي فات، قلب يحكي معاك تقول يا ابني كان ماله السكات، قلب يتألم في صمت، قلب يتكلم أهات. كل قلب وله حكاية، كل قصة ولها ناس. فيه قلوب جواها طوب، فيه قلوب جواها ماس. لما يقابلنا باب مقفول عايزين نفتحه، نبتدي نحاول باللين ثم بالقوة، وكل ما نلاقي مقاومة أكبر كل ما نزود قوة الدفع ونبذل مجهود أكبر لحد ما نوصل لدرجة إننا ممكن نكسرها. علاقاتنا مع بعض فيها شبه كبير من علاقاتنا مع الأبواب المغلقة دي. نفضل نزق فيها ونحاول مرة باللين ومرة بالعنف لحد ما نكسر بعض. لازم تفتكر إن الحياة اللي هتدخلها بالقوة إما إنها هتفضل مفتوحة على طول ليك ولغيرك، أو يستبدلها أصحابها بجدار صلب ليس له من سبيل. بس في الحالتين بقلب مكسور زي الباب بالظبط، عدا أن قلوب الأبواب قابلة للتغيير، أما قلوبنا فليس لها قطع غيار. القلب اللي هتكسره هتخسره. الطريق لقلب الراجل عمره ما كان معدته، ولا الست اللي شايفة خير في بيت أبوها تقدر ملايين الدنيا تخطف قلبها. العلاقة اهتمام واحترام ومودة ورحمة، بعيدا عن سفاهة التلفزيون والسوشيال ميديا والتقليد الأعمى اللي خرب بيوت كتير. إنه يصونها ما يحوجهاش لا ماديا ولا عاطفيا، ما يخليش في نفسها حاجة، وقبل الفلوس والأكل والشرب الكلمة الحلوة، تراعي ظروفه وضغوطات الحياة والشغل وتقدر ده وتعيش معاها على الحلوة والمرة، وما تسيبش فرصة ولا احتمال 1% إنه ممكن يبص بره لأي سبب. الجواز مش حرب ولا قايمة ب1,000,000 جنيه وشقة تقسم وسط شاب في مقتبل عمره. ربنا اللي عالم بظروفه. عيشوا بهدوء وبراحة وعلى أقل من مهلكم،
ملكوش دعوة بالناس ولا بعادات وتقاليد، وخاصة في موضوع التجهيز ما قبل الجواز. مهر البنت الحقيقي هو اللي بتلاقيه بعد الجواز مش قبله، لما يأكد لها بأفعاله إنها اختارت صح، أو يصونها العمر كله ويشيلها جوه عينيه وما يخليهاش تتحوج لغيره أبدا، وما تحسش لحظة إنها ضعيفة ولا محتاجة طبطبة ولا حنية ولا سند من حد غيره. ما يكونش فيه باب مفتوح للندم أبدا، وما تقولش يا ريتني، غير يا ريتني قابلتك من زمان. وانت كمان اكسبيه وراعي ربنا فيه. والسؤال: ايه اسباب حالات الطلاق الفظيعة اللي بنشوفها اليومين دول؟ هل الاهل؟ هل الزوجين نفسهم؟ هل الموضوع ليه علاقات بالماديات؟ بعد فترة من الزمن هتلاقي نفسك بتفهم وتستوعب إنها ما كانتش مستاهلة تقف عند الحاجة اللي ضيعت وقتك وحرقت بنزين على الفاضي بسببها. ارسم لحياتك وخطط لهدفك، بس ما تحملش نفسك أكتر من طاقتها. ما تشيلش هم بكرة أو بعده، اتوكل على الله. لو مشت معاك زي ما انت رسم لها يبقى خير، ولو ما مشيتش برضه خير. ما انت ما تعرفش ربنا منعها عنك ليه، اصلك في جزء من الثانية ممكن ما تبقاش موجود. كلنا اسباب في حياة بعض، ليس الا بقيت دكتور عشان اعالجك، وبقيت قاضي عشان افصل واحكم بينكم، بقيت حتى عامل بالاجرة عشان ازرع واحصد في الاخر. كلنا بنكمل بعض، فبلاش التكبر، لان الزمن لما بيدور مفيش حاجة بتفضل على حالها. فخلي بالك، احنا ما اتخلقناش عشان نصلح البايظ ونعدل المعوج ونستحمل المكذوب. احنا اتخلقنا عشان نعيش حياة نستحقها ونختارها بنفسنا. هي حياة مرة واحدة هنعيشها، فما نستحقش نعيشها غصب ومقهورين وبنتعذب وبنضحي وبيتم استغلالنا وبالعافية نقول عايشين. وأول حاجة اتعلمتها في الطريق ده إننا نحب نفسنا ونبطل نلومها كتير على اختيارات غلط. بدل اللوم ده نوفر المجهود إننا نصلح الوضع الغلط. احنا اتخلقنا عشان نكون حضن دافي، ونس، وسكن. احنا اتخلقنا عشان نضعف ونلاقي القوة في سندنا. احنا اتخلقنا نتصان ونتشال على الراس نتيجة تعبنا. احنا اتخلقنا عشان نجيب السعادة والانبساط في وسط الخشونة والجمود. والقوة اللي على الكوكب احنا النص الحلو اللين، واللي لازم يفضل كده. لما تزعل مش هتكسب اي حاجة غير دموعك، والدموع ممكن تموت قلب عايش بين ضلوعك. والطريق لو صعب كمل، اوعى يوم تعلن رجوعك. رش صمتك على المشاكل وارمي صبرك على الهموم. لو في بحر الدنيا تغرق، بالرضا برزقك تعوم. وإلى الحزن في صلاتك تلبس الأفراح هدوم. لو جعان للفرحة ممكن دعوة واحدة تسد جوعك. للأسف أوقات كتير اما بنكتشف ان قرارنا كان غلط بنكابر ونعاند ونكمل، وده من خوفنا ان يتقال علينا غلطنا، او ان اقرب الناس لينا يجلدونا بالعتاب واللوم وكلام زي ياما نبهناك وكتير حذرناك. هو فعلا احساس صعب ورخم، بس متهيألي مش هيكون اصعب مننا نكمل في طريق الاختيار الغلط. يا ريت لو نقدر نلحق نفسنا وننزل في أقرب محطة بدل ما نكمل لآخر الخط وتكلفة الرجوع تكبر وتزيد، وللأسف هندفع في الآخر برضه تمنها. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة، إلى اللقاء.